تعالوا بقى كده لو جالكم ضيوف على فجأة هقول لكم على وصفة حلوة وسهلة وسريعة جدا، مش هتاخد منكم 10 دقايق وقفة، وخطيرة وجديدة جدا، يعني محدش هيكون دقها عندك قبل كده ولا عند غيرك. يلا مع بعض بسم الله، يلا بينا. اول حاجة هنحتاجها في اول طبقة معانا بسكوت، هنطحنه حلو جدا وننزل عليه بسمنة سايحة، ونبدأ نقلب البسكوت مع السمنة لحد ما تبقى عاملة معانا زي الرملة المبلولة كده بالظبط. هنروح نجيب البولات بتاعتنا اللي احنا هنعملها، طبعا تجيبي البولة على قد الفرد، وننزل في البولة بالطبقة الاولانية اللي هي البسكوت زي ما احنا شايفين، ونبدأ بقى نضغط على البسكوت حلو بالسباتولا كده علشان نسويه وعلشان ياخد الطبقة شكلها مظبوط ومتساوية. تاني طبقة بقى سهلة جدا جدا، هنجيب بواقي القشطة بتاعت الوش اللبن، جبنة كريمي، قشطة علب كده زي ما احنا شايفين، كريمة حلويات اللي هي الكريمة اللباني بتاعت الحلويات، اي حاجة متاحة عندك. عايزة تعملي كريمة اللي هي بالنشا واللبن اعملي براحتك، يعني بصي اي حاجة متوفرة عندك اعمليها. وهنبدأ نفرد الطبقة التانية كده، بس هنا ما نفردش، ما نطلعش على الحروف. انا غلطت ان انا طلعتها على الحروف، كان المفروض تبقى في نص البولة بس. هنطلع كده هنفرد كده القشطة، وفي نفس البولة اللي عملنا فيها البسكوت هننزل بكوباية من سميد البسبوسة، عليها ربع كوباية من السمنة وربع كوباية من اللبن. هنا انا السميد بتاعي اللي هو الجاهز اللي عليه السكر، لو انتوا جايبين السميد الخام من العطار هتحطوا عليه سكر كمان. ونبدأ ننزل بالسميد بتاعنا على الطبقة الثالثة بس. خلاص هي دي كل الطريقة، وندخلها الفرن تستوي، وننزل عليها بسيرب بقى سخن، وهي كمان سخنة لسه طالعة من الفرن، لازم الاتنين يبقوا سخنين. وطبعا السيرب ما يكونش خفيف قوي ولا تقيل قوي، يعني كوبايتين سكر على كوبايه ونص ميه على ليمونه على معلقه من عسل الجلوكوز، ونسيبهم على نار يعني لمده تلت ساعه تقريبا على نار هاديه لحد ما القوام يتقل، ويبقى خلاص السيرب كده جاهز معاكي، سهل وسريع مفيهوش اي مشكله. شايفين التحفه بقى والجمال؟ في اسهل ولا ابسط من كده؟ سهله جدا. لو عايزين بقى تزينوا الوش كمان بقشطة تاني، هنحط القشطة بقى في قمع الحلواني او في كيس تلاجة او اي حاجة زي ما احنا شايفين، ونبدأ بقى نقطع الكيس من تحت، ونبدأ ننزل على الحلو بتاعنا بالكريمة. ممكن تعمليها هنا كريم شانتيه وتزوقي بيها براحتك خالص، اتصرفي زي ما انتي زي امكانياتك وزي المتاح عندك، ما تقيديش نفسك، وهي كده اصلا من غير حاجة جامدة جدا جدا. انا هنا حطيت القشطة، وكان عندي كيس من الكراميل بتاع الكريم كراميل، هحط برضو معاها وابدأ اعمل اشكال كده عليها. وخلاص وكده خلص معانا اسرع حلو احلى حلو، بجد سهل وسريع وطعمه حلو جدا ومختلف، وطعم القشطة مع البسبوسة مع البسكوت تحفة تحفة تحفة. جربوه بجد مش هتندموا، حلو جدا مختلف وسريع ومش هياخد معاكي وقت خالص. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ونورتوني. باي باي.